هاد النهار غادي نهضروا على واحد الموضوع قليل اللي كيعرفوا. فخ المثالية. علاش الكمال هو العدو ديال النجاح؟ فخ المثالية، بيرفكشنيزم، واللي هي الكمال. بزاف منا كيسحب ليه باللي الا كان باغي يدير كلشي مثالي راه هادي شي حاجة اللي زوينة، ولكن في الحقيقة هاد المثالية هي أكبر كذبة. واش عمرك بغيتي تبدا شي مشروع، ولا تتعلم شي لغة، ولا حتى تبدا صال دو سبور، وبقيتي كتقول لا مازال ما واجدش، خاصني حتى نشري احسن ماتريال، خاصني حتى يكون عندي الوقت الكافي. هذا التأجيل راه ماشي عجز، هذاك راه هو الخوف من انك ما ديرش ديك الحاجة كاملة مكمولة. المثالي كيشوف باللي يا اما ينجح نجاح باهر يا اما بلاش كاع، وهادشي كيخلينا نعيشو في ضغط نفسي كبير، وديما كنحسو باللي داكشي اللي كنديرو ما كافيش. خاصنا نفرقو بين جوج حاجات: الطموح والمثالية. الطموح زوين حيت كيخليك تتطور وتزيد لقدام وتتعلم من الاغلاط ديالك، اما المثاليه فهي بحال واحد القفص كتخليك تخاف من الغلط، وكتخلي القيمه ديالك مرتبطه غير بالنتائج. الا نجحتي كتحس براسك واعر، والا غلطتي غلط بسيط كتحس بالاحباط وكانك فاشل. ايوا، شنو هو الحل؟ الحل بسيط وخا كيبان صعيب في الاول. امن باللي دون از بيتر ذان بيرفكت، يعني حاجة مثالية وخا فيها أخطاء أحسن بمليون مرة من حاجة مثالية وباقا غير في راسك. عطي راسك الحق تغلط، الغلط هو اللي كيعلمنا. ما كاين حتى شي حد نجح من المرة الأولى بلا ما يطيح وينوض. ركز على الخطوة الجاية ماشي على القمة. قسم أهدافك لخطوات صغار، وافرح بكل خطوة وصلتي ليها. وفي الأخير بغيت نقول ليك، ما تتسناش حتى تكون الظروف مثالية باش تبدأ، حيت هاد الظروف ما عمرها غادي تكون. بدا بداك الشي اللي عندك وبالنقص اللي فيك، وتطور مع الطريق. الجمال ديالنا كبشر هو اننا ناقصين وكنحاولوا نكونوا حسن. وقولوا لي في لي كومونتير واش حتى نتوما كتحسوا باللي هاد المثاليه حابسه لكم شي حاجه في حياتكم.